بما اننا في موسم الامتحانات بالبلدي كده، امهات كتير بتخلي ابنها بيذاكر وتقول له خد يا حبيبي سندوتش الحلاوه ده عشان تتغذى وعشان تركز، او خد يا حبيبتي حاجه مسكره قبل الامتحان. هل الكلام ده اصلا صح علميا؟ واللي عامل دايت في فتره الامتحانات المفروض يستمر فيه ولا يوقفه ويكمل بعد الامتحانات؟ احنا عندنا فكر غلط ان السكر ده، السكر الابيض طبعا اللي هو بنحلي بيه ده بيدي طاقه، ده بيدي طاقه. ده طبعا فكر غلط تماما، ويا ريت نمنعه من البيت تماما ونقلله بالتدريج لحد ما نشرب الحاجه زيرو سكر. لان ده في الطب عندنا اسمه السم الابيض، هو والملح. ده حقيقي. الحاجتين دول اكتر حاجتين مضرين بنستخدمهم كل يوم، وفي ناس بقى بتحط 7 معالق سكر. ده حقيقي. ده غلط جدا جدا على الجسم جدا، على كل حاجه. وعايزه اقول للسيدات حاجه برضو، هم بيحبوا الحاجات بتاع البشره، الحاجات النصايح وكده. السكر الابيض ده من اكتر الحاجات اللي بتسبب ظهور التجاعيد بدري وشيخوخه على الوش مبكره. فاللي عايز يحافظ على شكله كمان السيدات مش الاطفال بس، تقلل السكر او تمنعه. طيب ايه البدايل بقى للسكر؟ يعني مش معقوله بقى مش هنديهم الحاجه ما فيش سكر خالص. العسل النحل بديل سكر. اللبن اللي ربنا خلقه طبيعي هو فيه السكر بتاعه، يا ريت ما نضيفش سكر عليه. ده حقيقي. عايزه تحلي عصير اي حاجه، حطي معلقه عسل نحل للطفل. الفاكهه نفسها والعصاير لما بنعملها فيها السكر اللي ربنا خلقه جوه الفاكهه، فانت بتاخدي سكرك اللي يخليكي عندك نشاط وطاقه. ده غير ان النشويات نفسها بتتحول لسكريات، يعني لما تديله ساندوتش هو هيتحول لسكر يديله طاقه. مش لازم ياخد السكر بالصوره اللي هي المعتاده اللي هو السكر الابيض. ده حقيقي طبعا. يا ريت كلنا نقلله، مش بس الاطفال. اكيد معاكي حق طبعا.